السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم مطبخ أم الحسن المغربية في مصر. كما كتشوفوا الطبق ديال اليوم الحلوى المعروفة المحبوبة يعني من طرف الصغار والكبار، حلوة ريش بونط أو نوا د كوكو كما كنقولوا حنا في الجهة الشرقية ديالنا. الطريقة ديال التحضير ديالها سهلة ومبسطة، نتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم يا ربي. شاركتها معكم بما أنه اليوم يعني إن شاء الله الرحمن الرحيم عيد الفطر قريب. شاركتها معكم بالطريقة اللي كنعرفها أنا والطريقة اللي كيديروها يعني جداواتنا ووالدينا الله يحفظهم يا ربي، واللي ماتوا الله يرحمهم في هذا النهار وهاد العواشر هادو يا ربي. انا ما نطولش عليكم الفيديو، ان شاء الله نخليكم يعني تشوفوا الطريقه والمقادير اللي استعملتها في الحلوه ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله الرحمن الرحيم فيديو اخر. الناس هنا بالنسبه للمكونات ديالي انا غادي ندير يعني مكونات قليله، اللي بغات تضعف المقادير تضعفها. انا كناخذ دائما العبار ديالي بزلافه. شحال ما درت كميه ديال البيض كناخذ بحالها في الزلافه. هنا مثلا عندي هنا 3 ديال البيضات وكنشوفهم ما عمرش حتى الفم، يعني ناخذ تقريبا كلشي نص نص. ها كما كتشوف هنايا البيض خارج من الثلاجه. بسم الله. رشه ديال الفاني اولا ساشي ديال الفاني. اللي عندها الحامض تحك القشره ديالو. انا الصراحه كنحك الحامض ولكن ما عنديش هاد الساعه، غادي نستعمل غير الفاني. واحد الرشيشه ديال الملح. يرحمنا ويرحمكم الله. عندي هنايا ما كاملاش نص زلافه ديال السردة، ملحقاش غادي نستعملو هنا كونفيتير حلو، يعني خاصنا نحضيو راسنا من الحلاوه. دائما انا كنمشي في العبار بزلافه اللي كنمشي بها في البيض. هنا عندي الزيت، نخلط مزيان. هاد المرحله نخدم غير الدراب. غنحسو بداك السنيده ديالنا دابت صافي. هنا ما ننساش واحد المعلقه ديال العسل. العسل شنو هي الفائده ديال العسل؟ كترطب لنا الحلوه ديالنا اولا الكاطو، كتخليه فتي ورطب، في نفس الوقت كتعطي له الحموريه. دينا هي معلقه. نحضيو راسنا في الطياب باش ما يتحمرش من التحت ولا تحرق. انا الصراحه كنديرو ريش بوند يعني ولا حلوه نوض كوكو كما يقولوا الجهه الشرقيه من بكري، كنديروها بالزيت كتجي زوينه الصراحه. اللي كيستعمل زبده يمكن له يستعمل الزبده، ولكن انا كنفضل الزيت حتى لا بقات ما كتغمرش. الا كانت كميه كبيره كنديروها يعني في الثلاجه. هاد القضيه كنظن كلشي عارفها. صافي هنا غادي ناخذ الكميه ديالي ديال الدقيق. هنا ضروري انا مغربل وعندي واحد الساشيه ديال الخميره ديال الحلوه. بسم الله. نخويوها بشويه. الدقيق هنا ما عرفناش النوعيه ديالو واش غادي تشرب ولا لا. هنا غادي نستعمل يدي. بسم الله. هنا كنزيد الدقيق غير بشويه. ما عرفتش واحد المرحله كنت كنزيد الدقيق يبان لي ما كانش كيصور. غير بشويه البنات باش ما تكمش. خص العجينه ديالنا تجي رطبه. هنا يعني هنا عاود الكميه كما كنقول لكم، يعني نتوما خلقوا على حسب شحال بغيتو ديروا. يمكن لكم تضاعفوا المقادير. كما كتشوفوا العجينه رطبه وكتلصق. غنحاول نصوص هذا اللي في يدي.
كندلكو شي كنجمعو. هاد الكميه كتخرج تقريبا 2 صناوه. الفران ديالي درتو كيسخن ل 180. غادي ندخل فيه الحلوه نردو 150، يعني نشعل عليه غير من تحت يطيب ونحضيو فيها العسل دغيا كتحمر البنات. صافي كما كتشوفوا كنشدو هكذا. صافي راه يبدا يكور. هنايا الحجم نتوما كتختاروا، يعني اللي كتشوفوا واش بغيتوه كبير ولا صغير. انا كنديره بين وبين متوسط، ما صغيرش وماشي كبير. بسم الله. هنا كدهنوا الصني ولا كديروا ورق الزبده. صافي كما كتشوفوا العجينه ما كتلصقش معايا. هذه هي الحلوه المفضله سبحان الله العظيم كاع عند المغاربه، وما يمكنش ما تكونش في العيد. حاولوا تبعدوا حيت فيها الخميره، ضروري تكون داخلين في الحلويات ديال العيد. بسيطه سبحان الله العظيم، ولكن لذيذه لواحد الدرجه ما كتصورش. صافي غادي نبقى هكذا نطيبها ان شاء الله. نشد يعني المربى ديال اولا الكونفيتير ديال المشماش داك المطلوق ديال الحلوه. صافي نسخنو شويه تكون هي بردات بطبيعه الحال، ونفندو ان شاء الله في الكوك ديالي. البنات راه مبغيتش نطول عليكم، وين هاد المرحله كلشي كيعرفها. كما كتشوفوا الحلوه ديالنا راه محمره. هنايا عندي الكوك، هنا عندي الكونفيتير ديال المشماش دفيتو حيت الحلوه ديالي بارده. صافي غادي نبدي اللمط ان شاء الله. كنخليها انا بزاف هنايا فادي باش تشرب مزيان وترطاب. عاد كنبقى نهزها نديرها في الكوك. صافي هادشي اللي كاين. نتلاقاو ان شاء الله في مرحله التقديم.